مساء الورد وكل عام وانتم بخير. ذو الحجة ويا رب شهر خير على الناس كلها. بالستة يا حبيبي بالستة. الأهلي بيمطر على فاركو 6-0. طبعا مبروك للأهلي. برضه الأهلي فريق رخم، يعني مش عارف دون عن أرقام ربنا كلها يختار الستة ويفوز بيها النهاردة على فاركو. يعني بيقلب المواجع على بيراميدز وعلى غيره. 6-0. بصراحة ماتش جميل، اجوان جميلة بغض النظر عن الجون الاول. انا مش عارف اذا كان صح ولا غلط، بس شيل الجون الاول خلوها 5. كذلك بيراميدز النهاردة برضو مطر على سيراميكا 5، بس 5 ملهاش اي لازمة. الاهلي خد الدوري بفضل ربنا. مبروك للاهلي. بس يا جماعة الناس دي هتجيب لنا خبلانة في دماغنا يعني. تجيب القناة اون سبورت واحد الاهلي بيحتفل بالدوري، تجيب اون سبورت 2 بيراميدز بيحتفل بالدوري. يعني بيفكروك باللقطة بتاعت المستشار لما جاب الكاس الصفيح ده ونزل يحتفل بيه. تحس ان هي فكرة، يعني فكرة في دماغ البني ادمين. انا كنت فاكر مرتضى بس طلع في ناس كتير هوبا يعني. الغريب بقى ان هم قال لك ان الدرع او تسمية البطل هينحجب لأجل غير مسمى لغاية لما نشوف القضية اللي بيراميدز رافعها. طلع لا في قضية ولا في بطيخ، وطلع عمرو أديب كلامه في الهجايز. النهارده بعد الماتش، حتى بعد الماتش ايه ده والماتش شغال، جايبين لك الدرع في عربية نص نقل ولا كأنهم جايبين خروف العيد. طب يا جماعة ده الدوري المصري، يعني حتى اختاروا المنظر اللي انتوا ماشيين بيه إذا اتعرض على قناة ولا حاجة. محملينه في عربية نص نقل ونزلوا سلموه للأهلي عينك عينك. الأهلي بصراحة مسيطر. الأهلي بصراحة مسيطر. لا هنستلم النهارده ولا مفيش تأجيل ومش عارف ايه. مبروك يا اهلي. مبروك يا ابني. اقول لك ايه يعني، مبروك عليك الدوري. بس النقطة بقى الأهم واللي أنا عايز أعرفه، المستثمر بتاع بيراميدز هيعمل ايه؟ هل هيسحب استثماراته ولا هيسحب مطوة المرة دي؟ مالكش غير المطوة. انت الاستثمارات كده ما بتجيبش حاجة، انت مطوة وتنزل تعلم في وش دياب خمسات وستات على اللي عملوا فيكم. النهارده دياب جنب جنب الخطيب وبيسلم الدرع. ويا جبروتك يا اخي، والله يا جبروتك.